هاتكلم معاكم النهاردة عن جملة تفتح فتحة ملهاش آخر. واحدة ست تقريبا طولها 170 سنتي، وزنها تقريبا في آخر السبعينات أو 80 كيلو. أول ما قعدت قدامي قالت لي: دكتورة، أنا مقضية حياتي كلها بعمل دايت، من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا بعمل دايت. طيب نجحتي؟ قالت لي: ساعات بنجح، ووصلت في وقت من الأوقات إن أنا بقيت مش عارفة 60 ولا 65 وبعدين برجع تاني. طيب هو احنا بنعمل دايت ليه؟ علشان جسمي يبقى مظبوط، علشان ابقى شكلي حلو في اللبس، علشان لازم ابقى راضية عن نفسي، علشان احبني، علشان ده بيبقى الشكل الكويس ده مفتاح لانجذاب الناس والنجاح والفرص وي. طيب 170 وانت 80 كيلو، يعني نعتبر انك انت اكتر من وزنك بحوالي 10 كيلو. هو انت لو فكرتي انك انت تلعبي رياضه وال10 كيلو دول حتى نعتبر ان هم ما نزلش منهم حاجه خالص، هم مش هيتوزعوا صح؟ يعني جسمك مش هيبقى احسن شكلا او تقسيما. اه. طيب ليه ما بتعمليش كده؟ ما هو انا صعب عليا. طب ما انت لسه بتقولي ان الدايت بقالي عمري كله وانه صعب عليكي برضه. طب ما هو الاتنين صعبين، بس على الاقل الرياضه لما هتعمليها اولا هتبقي عندك كومباني بتلعبي معاهم، الناس اللي بتشوفيهم دايما في الجيم. هتستفادي من كذا حاجه، هتبقي حاسه بانك انت بتعملي انجاز، والانجاز ما بيروحش. سكتت. قلت لها: بصي بقى، احنا الدايتنج اللي طول العمر ده بيجيب نتيجه عكسيه، لازم يجيب نتيجه عكسيه لانه بيعمل 3 حاجات كارثيين. نمره واحد، بيحط انتباهك على الاكل، بيخلي للاكل يا جماعه قيمه مش بتاعته. يعني انت طول النهار عماله تفكري كلتي ايه وفي كام كالوري وما اعرفش نظام مين ونظام مين وشيل وحط وما تاكلش وكل. الدنيا بقت اكل. يعني الموضوع كله بقى اكل. يعني انا بقيت عايشه علشان اركز على الاكل. لا كلت، لا غلطت، لا ده فلان بيقول، لا ده فلانه بتقول، ونقعد بقى نفتح وفيديوهات ومش عارفه المشروب السحري والنظام اللي مش عارفه. قصه بدات تبقى احنا بناكل. احنا القصه كلها قايمه على الاكل. انا بدي هنا الاكل قيمه اعلى. طيب انا حتى لو ما اكلتش فانا شايفه ان انا محرومه، مع انه اساسا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه: يكفي بني ادم لقيمات يسلطن طوله. يعني الموضوع اساسا مش محتاج كل الولائم دي، ولا شيل ولا حط ولا ال 15000 سم اللي في السوبر ماركت دول اساسا. يعني انت عشان تاكلي وتبقى صحتك كويسه مش محتاجه حاجه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياكل عيش وزيت. يعني القصة كانت بسيطة خالص، وكان يبذل مجهود. يعني ده كفاية سيدنا جبريل والوحي، كفاية دي. يعني شوف بقى المجهود الذهني والمجهود الجسدي اللي بيحصل له في كل مرة بينزل عليه الوحي، وكان بياكل لقيمات. مش انت عشان تسوقي عربيتك وتروحي تركنيها وتيجي من الشغل تقعدي لك 8 ساعات على كرسي عايزه مش عارفه تاكلي ايه وتاكلي ايه وتاكلي ايه وتاخدي مكمل ايه وتروحي فين ايه الهيصه دي؟ الهيصه دي يا جماعه بقت ايه؟ صناعه. بقت بقت شغلانه، بقت اقتصاد عالمي. ان انا الاصناف اللي في السوبر ماركت دي بقت اكل عيش. لكن هل انت محتاج وتاخد مش عارفه ايه من ايه ونشيل ايه واصل ما عنديش مش عارفه ايه والناس دي كان ما شاء الله شعرهم قد كده وده كان من غير حاجه خالص. كان ما فيش اي حاجه خالص. الناس كانت تاكل لقيمات وخلاص. ولا حد فيهم اشتكى ان شعره وقع، ولا حد فيهم اشتكى ان هو نفسه مش عارفه ايه، ولا بيقوم من النوم مكروش، ولا بيقوم من النوم مصدع، ولا الكلام ده كان بيحصل اصلا. فالقصة الحقيقية هي في قلة الأكل، مش في زيادته ولا في أصنافه. يعني كل ما أنت قللتي الأكل بغض النظر عن إيه الأكل كل ما كنت صح. يعني في معلومة كده أو مقولة لطيفة جدا بيكتبوها دايما في المضمار ده. يعني يقول لك: أفضل وجبة لجسم الإنسان هي الجوع. افضل حاجه تاكلها انك تجوع. يعني هو ده الفكره، مش انك تقعد تاكل مش عارفه ما وتعرف المكونات وما اعرفش فيه ايه وما فيش.
فدي نمرة واحد، ان انا بدي اهمية للاكل مش طبيعي. طيب تاني حاجة بقى، اني بقى بحشر سمات سيكولوجية في شخصيتي في الاكل. انا ما عنديش ارادة، انا فاشلة، انا بني ادمة ما بعرفش امشي على حاجة حطيتها، انا بني ادمة طماعة، انا بني ادمة تفصى، انا عمري ما هوصل لحاجة، انا غبية، انا. مع ان انا ممكن يبقى عندي في حياتي يعني انجازات ومميزات بالهبل، واخد بالك؟ ومع ذلك انا مش حاطط ده في دماغي خالص. انا شايف ان انا كون ان انا ما مشيتش على الورقه اللي انا خدتها من الدكتور، ولا النظام اللي سمعته في الفيديو، ولا انا فاشل وما عنديش اراده وغبي وما اعرفش كذا وما اعرفش كذا وما اعرفش كذا. طيب هل يا جماعه احنا عملنا بقى بحث؟ الناس بقى اللي بتتكلم عن الاغذيه وما اعرفش منظمه ايه ومنظمه ايه والنبي يا جماعه عملتوا لنا بحث، جبتوا لنا الرفيعين واللي هم وزنهم يعني تو ذا بوينت، يعني اللي هو وزنه زي ما بيقول الكتاب، والناس اللي شايفه. احنا ما بنتكلمش بقى عن السمنه المفرطه هنا يا جماعه، ما بتكلمش عن اللي فوق 100 كيلو و130 كيلو، انا بتكلم عن الناس اللي زي ما بقول للست دي كده، اللي هي اكتر من وزنها 10 15 كيلو. يعني احنا بنتكلم في حاجه مش اللي هي البادي ماس اندكس بايظ يعني، لا، اللي هي الحاجات العاديه دي. طيب احنا هنا دي، هل جبنا الناس دول وجبنا الناس اللي واصله للوزن المثالي وقارنا بقى الحاجات السيكولوجيه دي فيهم؟ يعني شفنا رضاهم عن ارادتهم، وشايفين نفسهم ناجحين ولا لا، وعلاقاتهم بالناس كلها جمال وجاذبيه وشكرانيه ورضا، وعلاقاتهم مع جوازهم زي الفل، وعلاقاتهم في حياتهم زي الفل، وفي شغلهم مقدرين. هل شفنا كده؟ ياما الناس شافت، ياما الواحد شاف ملكات جمال وناس تو ذا بوينت يعني، واتخانوا في حياتهم الزوجيه وحاسين بالوحده، والناس بتعاملهم بطريقه يعني كلها مصالح، وبيحسوا انهم بيشحتوا الحب من الناس، وان الناس بتاخد منهم وما بتديش منهم، وتلاقي الواحده من دول طولها 175 سم ووزنها 60، وعندها نفس المشاكل اللي عند حضرتك، وشايفه نفسها انها فاشله برضه. مين قال لك انك اول ما تبقي على الميزان 65 حياتك هتتبدل؟ يعني فجأة هتلاقي، وده اللي بيخلي يا جماعة يرجعوا تاني، لأن هم لما بيخسوا بيلاقوا مفيش حاجة اتغيرت، لا علاقاتهم بالناس اتغيرت، ولا الجاذبية بقت ماشية تدي، ولا الإحساس بإن أنا ست ناجحة ولا راجل ناجح، ولا ما حصلش الكلام ده. الكلام ده يا جماعة ليس له علاقة بوزن حضرتك، ده ليه علاقة بمهاراتك وطريقة تفكيرك، وملوش علاقة بحاجة ماتيرياليستيك، ملوش علاقة بحاجة حتى فلوسك. يعني انت النهارده بتبقى، كل الناس اللي بيبقى عندهم فلوس ومشاهير بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا في تصديق اي كلمه كويسه هم نفسهم بيقولوا عن نفسهم. يا ترى بقولها كده ولا عشان عندي فلوس؟ يا ترى بيحبني ولا مش عارفه فلوسي؟ يا ترى مش عارفه ايه ولا شكلي؟ يا ترى مش عارفه مين والعمليه اللي عملتها؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. فانت النهارده دي حاجه ما بتعملش ده. انت قاعد مستني ايه؟ انت بوزنك الحالي كده، وانت بوزنك الحالي ده، ابدأي شوفي نجاحاتك، وابدأي شوفي ارادتك، وابدأي شوفي ثقتك في نفسك، وابدأي شوفي ان انت بتبقي علاقتك بالناس عامله ازاي، وايه اللي ليها وايه اللي عليها، وابدأي من غير ما تستني الميزان. ما تحشريش الوزن في كل الحاجات دي، ليه حشرها في الحاجات دي؟ امشي فيها وخلي الوزن ده لوحده، لكن انت لما بتربطيهم ببعض مشكله. طيب الحاجه الثالثه ايه بقى في الهسهس بتاع الموضوع الدايتنج ده؟ انه انا بيبقى عندي بعد كده وسواس على فكره. يعني واحنا عايشين طبعا في الايام اللي احنا فيها دي، يعني كبيره جدا في طريقه الاكل والغذاء، ومين صح ومين غلط ومين قال ومين ما قالش فاحنا ده هيعمل وسواس. انا متاكده ان الواحد بعد شويه، يعني ادونا كده على اخر السنه هنلاقي فيه وسواس اكل هابب على كل العيادات النفسيه، انه الناس بدات توسوس. انا اكلت ده، لا انا ما اكلتش ده، لا ده صح، لا ده غلط، لا ده هيجيب لي، لا ده انا عندي مرض، لا نعمل تحاليل بقى كل مش عارفه، اقول لك انا مش عارفه عملت تحاليل بعد شهر، انا عملت تحاليل بعد 47 يوم، انا عملت تحليل، هيجيب هسس للناس. فانت لما بتقعد تفكر في الدايتنج طول الوقت، انت عمال بتسيرش مين خس، مين بيخسس،
مين مش عارفه بياكل كتير لكن بيخس، مين بياكل اللي نفسه فيه لكن بيخس، مين اللي وحتى لما بنسمع اي يعني فيديو او اي نظام ما بناخدش اللب اللي فيه، احنا بناخد بياكلوا ايه وما بياكلوش ايه، ما بناخدش اللب الاساسي بتاع الموضوع، اللي هو زي ما قلت لكم كل بتوع التغذيه اللي في الدنيا عارفين ان احسن وجبه للجسم انك تجوع، ما تاكلش اصلا، ما تاكلش اصلا. صوموا تصحوا. يعني انت الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا شهر صيام في السنه، ده توكس يا جماعه، ده توكس. ده ربنا بيجبرك على انك انت تنظف جسمك، وانك انت والصيام بتاع ربنا مش الصيام بقى ولو الصيام مش عارفه متقطع وكل ايه وما تاكلش ايه وكام ساعه، هو الكتالوج اللي ربنا حاطه. صيام يعني صيام كله، صيام يعني صيام كله، زي ما نقلبش بقى هو ربنا اللي عمل المكنه كاتب الكلام ده، انه هتعرف تصوم زي ما ربنا بيصوم يبقى دي احسن وجبه، زي ما ربنا قال لك يبقى دي احسن وجبه ليك لجسمك. يبقى انا هنا ايه بقى القصه؟ انه انا لما اقعد اعمل دايتنج يبقى انا عملت الثلاث حاجات دول. اول حاجه اديت للاكل قيمه عمرها ما كانت موجوده في الازمنه السابقه خالص. يعني عمرنا ما سمعنا عن الحاجات دي ولا في التاريخ اتقال الكلام ده، ولا يعني هي مع بدايه هذه الحضاره التي لن ينقص منها شيء لانها يعني هباء. اوكي، لكن ما سمعتش ابدا من قبل هذه الحضاره، يعني نقول من مثلا 400 سنه وانت طالع فوق هذا القيمه للاكل خالص خالص. احنا ليه عاملينه كده؟ دي نمره واحد. نمره اتنين انك انت حاشر حاجات نفسيه في الاكل خلت الناس كلها كارهه روحها. نمرة ثلاثة إن أنت هتوسوس بقى، هيبدأ الكترة مع الكلام مع كل واحد بيقول حاجة، هتبص تلاقي نفسك بقيت عامل وسواس الأكل، وسواس الأكل ووسواس الوزن، واللي احنا بنسميه اضطرابات الأكل، أو حتى الوسواس اللي هو الوسواس القهري، ولكن الفكرة هتبقى ليها علاقة بالأكل والوزن والأمراض. فده نوقف يا جماعة، وقفوا الكلام ده. كل ما تقدر ما تاكلش ما تاكلش، كل ما تقدر تاكل كل اللي موجود، كل اللي نفسك بتروح له، لان الجسم بيبقى عارف احتياجاته. فلما بيجي على بالك حاجه يبقى معنى كده ان جسمك بيقول لك انا عايزها، يبقى هو هيستخدمها بالشيء اللي هو شايف انه صح بالنسبه له. ما نقعدش بقى نكبر المواضيع ونقعد والموضوع ان الستات قاعده طول الوقت فلوس على الاكل وفلوس على الانجريدينتس وفلوس على مش عارفه دكاتره الدايتنج، ولا حاجه بتحصل ولا حاجه بتتغير. فده ناخد بالنا من هذه الجملة بعواقبها الثلاث الخطيرة. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.